السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ناصر الدوسري بيلعب النهارده في الثلاثي الهجوم الامامي، كانه مع تواجد مصعب الجوير ومعاهم مصعب يلعب الضربه الحره اللي عدت المره دي، لكن الحمدان عبد الله يلعب واحده في الجانب الايسر، عرضيه من معاذ فقيه. هنا المره دي كان هيغلط الفا سميدو، عليت عن العارضه من امام صالح الشهري، وركنيه من نصيب نادي جمال باجندوح، وركنيه عاليه مره الخطوره للهلال. الحمدان بريك نقل الكوره موسى مريجا بالجانب العرضيه حلوه على طول، فيكتور يتألق عرضه والى ركنيه، واخطر فرص الهلال ها هي فرص الهلال في المباراه اهي بالكوره اللي كانت موجوده من معاذ فقيه. استلم موسى مريجا يسدد، ولكن في النهايه سهلا فيكتور ابراجا. الهلال اهو بيترجم سيطرته بفرصة قذتها رأس مع الكرة من اليمين. امبنزا عايز يلعب العرضية، امبنزا بيدور على أي حد، امبنزا يسدد، معيوف موجود، وإلى ضربة ركنية. أول تهديد وركنية من نصيب نادي، كانت بدايته مع النادي المصري. سعيود يلعب الركنية عالية على القائم الثاني، الطرف الأيمن إلى عرضية عالية جوه المنطقة، عدت فيها الخطورة وفي النهاية سهلة عند حارس المرمى اللي بيمسكها من يعني فرصة كده كانت موجودة للطائي اللي ضغط منها بصوره، هرب له عمير سعيود، بينية حلوة انفراد يا راجل ضيعت دي ازاي يا عم امير، ضيعت دي ازاي يا عم سعيود، كنت هتخلي. المباراة الماضية كان قد هزم امام الشباب، لكن عرضية من عدوخة حارس المرمى في اول ظهور لهم الى بينية امامية عند امبنزا اول حتماوي نية من اخر الدنيا، لكنها تسعد الحتماوي. الهدف الاول للطائي، يا سلام، جاي امبنزا يتهدف الاول ببينية رائعة من مسافة بعيدة، اتحرك رادوي يجني ثمار هذه المباراة اللي لصالحه. 1-0 جاي محل امبنزا والمعيوف مرة ثانية، لكن لسه الخطورة. وعبد الله بيقول خطأ من نصيب الهلال في وسط الملعب وضربة. سلم الكرة في الجانب الايسر الى ناصر الدوسري، خبطت على حسين بن صالح، يلعب البينية حلوة لامير هو الثاني بالتقدم المستحق للطائي، وهدف جميل بالزاف يا امير، جميل بالزاف. سعيود يسعد الحتماوية بالهدف الثاني، 50 دقيقة والطائي يسجل الثاني. الهلال سلاح